بس أنا في البداية بشكركم أهالي مدينة تيمية عبدين، وبشكر أخي وصديقي العزيز السيد المستشار مجدي الجوهري على إن هو جمعنا النهارده على الخير في نهاية الشهر الكريم. حقيقة أنا نفسي لو أنا شاطر في الدعاء كنت دعيت وقلت يا رب ينصر مصر بحق هذه الأيام المباركة على الإرهاب، وانصر قواتنا المسلحة على الإرهاب، ويا رب اقف ورا مخلصين البلد اللي بيحاربوا عدو مصر الغاشم، وارحم يا رب شهداء مصر الأبرار اللي ضحوا بروحهم في الأيام الطاهرة بحق هذه الأيام المباركة، أن ترحم مصر من عدو غاشم يتربص بها يا رب بحق هذه الأيام المباركة الطاهرة، وبحق هذه هذا الجمع المبارك، أن ترحم شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة وكل شهداء مصر يا رب. يا رب بحق هذه الأيام إن احنا نجتمع يوميا على خير. عايز أوجه شكري لكل أهالي تيمية الأمديد الكرام، وأقول لهم احنا كلنا الدرجة لما بتطلع ما بتفرقش ما بين مسلم أو مسيحي أو أي حد أو واحد بيحب التاني، كلنا صدقوني لازم نقف مع بعض. أنا النهارده جيت علشان أكون معاكم في وسطكم زي ما قال أخويا الأستاذ هشام الجوهري إن مدينة تيمية الأمديد كانت عاصمة لمصر، وبسواعد أبنائها المحترمين اللي زي أخويا الأستاذ مجدي الجوهري وكل أهالي مركز ومدينة تيمية الأمديد وقرى مركز ومدينة تيمية الأمديد وعزم تيمية الأمديد، عايزين كلنا نقف في وش الإرهاب ونقف ورا رئيسنا المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي. أدعي وأقول يا رب خلصنا من اللي احنا فيه بحق هذه الأيام، وبحلول عيد الفطر اللي أنا بقول لكم فيه نيابة عن الدكتور أحمد عبد الهادي أخويا كل سنة وأنتم طيبين، وشرف ليا إن أنا أكون بين إخواتي وأهلي من أبناء مدينة تيمية الأمديد. وعايز أشكر الأستاذ المستشار مجدي الجوهري اللي أتاح الفرصة للجمع المحترم، وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وبعود الأيام وتحيا مصر. شكرا ليكم كلكم، شكرا وربنا يحمي مصر.